انا مش عارف انا كنت باكل في مصر رقاق اللي هو بيتحط شرايح كده وجواه لحمه مفرومه، ولا جلاش ومعمول فيه لحمه مفرومه. انا في دماغي ان الجلاش ده بيبقى مسكر دايما. طبعا الطب عمرك ما بتخلص فيه ابدا مذاكرة، هتفضل طول عمرك بتذاكر. فانت لو حد بتشوفني وانت لسه في ثانوية عامة، اعرف انك انت بعد التخرج وبعد ما تخلص وتشتغل وتسافر وتعمل كل اللي انت عايزه، هتفضل لسه عمال بتذاكر. انا عمال بذاكر اهو شوية حاجات، ودي حاجة أساسية. لازم على طول دايما بتأبديت المعلومات بتاعتك. الطب كل يوم بيتغير، كل يوم في معلومات جديدة، كل يوم في جايد لاينز جديدة بتتحط في الموضوع. لازم دايما تبقى up to date بكل الحاجات اللي موجودة يعني. فدلوقتي وقت المذاكرة شوية يعني. Don't trust the roof. جاهز؟ Yeah. اطلع تسلقني. Again. لا، هي مرة واحدة بس. Why? Try this. Oh. يعني ايه جو بيشتي؟ ممطر يعني بيشتي. يلا. What happened after rain؟ الشتاء بينزل، وبعد كده الشتاء أول بقى ما بينزل بيقوم رايح يروي الزرع. But what happens after rain? خلاص بقى الشمس بقى ممكن تطلع وتعمل رينبو مثلا، أو ممكن تعمل شتاء تاني، أو ممكن تروي الزرع. يعني بيجهزوا له من فظايع. بعمل اديتنج للفيديو ده، الفلوج 48 و49، وعملت كمان 50. فالفلوجات شغالة ورا بعض الحمد لله اهو. يعني بعوض اللي فات، ومضطر لان لازم اخلص الحاجات دي علشان اقدر اسجل جديد. طول ما انا مش عارف اخلص اللي فات ده، مش عارف ان انا اسجل اي حاجة جديدة. حاسس ان كده انضف شوية. فخلينا نخلص. الساعة دلوقتي 2:30، يعني حوالي لسه لنا حوالي 3 ساعات ونص ان شاء الله على الفطار. فعايز ان انا اخلص كام حاجة كده على الكمبيوتر، مذاكرة وحاجات كده اخلصها، اخلص اديت للفلوج اللي انا بعمله، علشان بعدها ان شاء الله نجهز حاجة بسرعة كده للاكل. في عندنا اكل، بواقي اكل من الايام اللي فاتت، فعايزين نجهزه بتاع علشان فيدو لما يرجع ان شاء الله يرجع ياكل. من ضمن الحاجات اللي موجودة من بواقي الأكل إن شاء الله هيكون رقاق. كنا واكلين امبارح رقاق. أنا مش عارف أنا كنت باكل في مصر رقاق اللي هو بيتحط شرايح كده وجواه لحمة مفرومة، هو ده اللي أنا كنت باكله في مصر، ولا جلاش ومعمول فيه لحمة مفرومة. أنا في دماغي إن الجلاش ده بيبقى مسكر دايما، يعني عليه اللي هو محلول المحلى ده ومش عارف إيه، مش بيبقى كده. فأنا مش عارف، بس هو كان حلو. فمتبقي حوالي 3 قطع كده، فخلينا اما نشوف كده. نشوف الدنيا هتكون عامله ايه. عايز الحق اجهز بسرعه الاكل قبل ما اروح اجيب فيدو. الرقاق المفروض ان هو انا كنت سايبه بره التلاجة، وعايز اجهز بس طبق الفاكهه اللي هديه لفيدو واحنا في الطريق. ممكن اقطع له كمثريه كده صغيره. والخشاف بتاعنا جاهز من امبارح، فمش محتاجين ان احنا نعمله. وكده الطبق الفاكهة بتاع فيدو والفطار ان شاء الله. وهنا دي كمان يا جماعة، هنا كمان في بسبوسة. تمام، ممكن نبقى نشوفها كده لما نرجع. مش عايز اتأخر بس عن فيدو الاول. نجهز حاجاتنا ويلا بينا.
مش عارف، كنت قاعد كده فجأة حسيت ان سقعان قوي، فلقيت نفسي قمت رحت متكتك بقى ولابس الزعبوط والكوت ومش عارف ايه، وحسيت ان الجو ساقع قوي، مع ان الجو يعني مش ساقع قوي كده. We hot. I'm gonna read my book. حاضر يا حبيبي. Who's gonna read my book? انا حاضر، اخد بس المعلقه دي واقرا لك كتاب. فيدو قفش ان انا احكي له قصه وهو عمال بياكل، فانا دلوقتي فاتح له القصه دي. المفروض ان هو كل يوم اربع بيجي لهم قصه من الحضانه، علشان المفروض ان يبقى معانا يومين، يوم الاربع والخميس، وبعد كده بنسلمها يوم الجمعه، فلازم نحافظ عليها نظيفه زي ما هي. صح؟ ينفع نبوظها او نرميها؟ فيدو بيعمل لا، يعني احنا ما ينفعش نبوظها او نرميها، فاحنا بناخدها ونرجعها يوم الجمعه الصبح وهو رايح المدرسه بتاعته. فالقصه بتاعتنا النهارده عن الفارمر او المزارع اللي اسمه جو، اللي هو هيروح السيتي، والمفروض ان هو بيشتغل بقى بجد واجتهاد بقى والحاجات دي كلها. فخلينا احنا لسه بنقرا القصه، لسه ما نعرفش ايه اللي فيها، فخلينا نشوف. صح؟ يلا اطلع الى قدام شمر. Father, the food ده في شويه. ننزل خد الفوطه. Linda. طيب ماشي، يلا نكمل بقيه القصه. بس خلينا يلا. Okay, please. Yes, I will. With this. Kiss up. Kiss applesauce. Kiss applesauce. Go away, move it. Runs it now. بصوا اعرفكم باصحاب فيدو. ده بوبي، وده Linda. وده باندا ده فيدو كان خده وهو كان تعبان في المستشفى. باندا صاحب فيدو. He's my sister. He's my sister. هو معتبر ان باندا his sister. وده مين؟ Brother. your brother. وده اخوه الولد. تفتكر ليه ما جابوش البيرثداي كيك وجابوا بس الهديه؟ يلا بينا نجهز السحور بتاعنا. الساعة دلوقتي 1:03. مش عارف، صحيت كده من الساعة 12 بالليل أو 12 وشوية، فمن ساعتها مش جاي لي نوم خالص. فقلت بقى المهم اتسحر وخلاص، وبعد كده حاولنا ننام. فخلينا كده نشوف عندنا ايه في التلاجة ممكن نتسحر بيه. طيب في الغالب هناكل شوية الفول دول، يعني حاجة كده بسيطة يعني، بس يعني عادي يعني مش مشكلة، مع خضار الجاهز والزبادي والعيش طبعا ممكن كده بقى يعني. وبعد كده نقعد ننقع في اي حاجة يعني. كمية الفول طلعت قليلة قوي، بس يعني هحاول بقى ان انا احط مكان عليها مثلا شوية شيبسي على اي حاجة تانية كده وخلاص. برضه هجهز كوباية النسكافيه معانا بالمرة، يلا عشان ما نقومش تاني يعني. فيدو دايما يعمل فيها حركة ان انا اكون مثلا مجهز السحور او مثلا في نص السحور، وتلاقي يوم راح يصحى من النوم واضطر ان انا اسيب السحور واطلع اجري بقى بسرعة وافضل قاعد معاه، فلحد ما هو يدخل في النوم تاني يكون الفجر اذن. فلازم اكون مجهز معايا ازازة المية عشان لو صحي ولا حاجة مش هلحق ان انا اكمل السحور، او ساعات باخد معايا السحور فوق واكمل جنبه يعني. وبكده نكون عملنا سحور الابطال. يلا بينا. ازاي كده المسألة زي كنت بعد كل جلسة ما عادش في وقت، يمكن حاجة تحصل.